أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية ونستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. دعوة لحماية الأشجار. تدشين مشروع مياه حدش عدي حدقتي. توسيع خدمات المواصلات في إقليم شمال البحر الأحمر. 50 قتيلا على الأقل في هجوم انتحاري بنيجيريا. رئيس زيمبابوي روبرتو موغابي يستقيل من منصبه. وسعد الحريري يعود إلى لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعت سلطة الغابات والحياة البرية لتعزيز دور المواطنين في جهود حماية الأشجار من الاقتلاع. وجاءت دعوة السلطة بعد ضبطها الحطب الأخضر في الحافلات الكبيرة والصغيرة بعد إزالة مقاعدها والشاحنات لإدخاله إلى العاصمة تحت جنح الظلام. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط النقيب يرقاو محساي أن الحطب والفحم تم ضبطه أثناء إدخاله إلى العاصمة بطريقة غير قانونية من إقليمي شمال البحر الأحمر والجنوبي هذا الأسبوع. وقال إن بعض التجار الشجعين يحاولون إدخال الحطب والفحم إلى أسمرة بطريقة غير قانونية بخلق مواقع المراقبة واستخدام ممرات خفية أخرى. ويقوم أعضاء مراقبة سلطة الغابات والحياة البرية للسيطرة على هذه الأعمال بالتعاون مع المواطنين وأفراد قوات الدفاع. وأشار إلى أن أحد أسباب عدم السيطرة على هذه الأنشطة حتى الآن الأحكام الخفيفة ضد المفروضة على الجناه بالنظر مع الفوائد التي يجنونها، داعيا لإعادة النظر عليها وأن تكون رادعة. ونشد جميع المواطنين للتعاون لتقديم مرتكبي اقتلاع الأشجار أمام القانون، لأن المهمة ليست لسلطة الغابات والحياة البرية وحدها. دشن في 20 من نوفمبر مشروع مياه حدش عدي حدقتي بمديرية سجنيتي. وقال مسؤول الصيانة في قسم الثروة المائية السيد رؤسوم تخلى مريم إن المشروع اشتمل على حفر بئر ومضخة بقوة 5 كيلووات وأنابيب بطولة 870 مترا وخزانا بسعة 50,000 لتر للمياه ومحطة توزيع للمياه. من جانبه أشاد مسؤول الثروة المائية في الإقليم الجنوبي السيد كبروم مسجنة باسم حدش عدي وحدقتي لجهودهم لإنجاز المشروع، داعيا للعناية بالمشروع لخدمة أطول. وأعرب السكان عن ارتياحهم لإرساء مشروع المياه في قريتهم والذي سيخفف من مصاعب المرأة. وتبعد حدش عدي حدقتي مسافة حوالي 8.5 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من سجنيتي وتقطنها 315 أسرة. أعلن مسؤول متابعة سلامة الطرق في قسم المواصلات العامة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد تادسي جبرتاتيوس أن الجهود الجارية لحصول المواطنين على خدمات المواصلات تحقق نتائج مرضية. وأوضح لدى لقائه ممثلي سكان مدينة مصوع أنشطة القسم وتنفيذ الأعمال لإيصال المواصلات إلى المناطق النائية وضعا في الاعتبار مصاعب السكان وأوضاع الطرق. ودعا المواطنين للتعاون مع المراقبين داخل المدينة والريف للسيطرة على أصحاب وسائق الحافلات الذين يقومون بزيادة الركاب ورفع تعرفة المواصلات والعمل خارج تعليمات وقوانين المواصلات. من جانبه أوضح قائد الشرطة مرور إقليم شمال البحر الأحمر السيد محاري كيداني أن شرطة المرور تتعاون مع قسم النقل البري وإدارة المدينة للسيطرة على السيارات التي تنشط في أعمال غير قانونية. وأهاب المجتمعون سلطة النقل البري إلى تنفيذ واجباته دون الانتظار من المواطنين والعمل خارج كما أن المراقبين خلقوا نظام تفاهم خاص. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين سمينارا لطلاب كلية حمل مالو الزراعية حول مهام وأهداف الاتحاد ودور الشباب عامة والمتعلمين بصفة خاصة. وقال إن تنشئة شباب يتحلى بقيم مجتمعه ووطنه من الأهداف الرئيسية للاتحاد، موضحا بأن الإنجازات الإعجازية التي حققها شباب إريتريا لانتزاع الاستقلال والدفاع عن السيادة وبرامج التنمية يعتبر نصب اعتزاز وفخر له، وأيضا له مكانة خاصة في تاريخ إريتريا.
الثانوية. وأشار إلى أن الاتحاد يعمل في الداخل والخارج لتقوية التنظيم لتحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، داعيا الشباب بالاستفادة من الاستثمار الكبير الجاري لهم للتطور التعليمي. وذكر أن العدائيات المنفذة على شعب وحكومة إريتريا تستهدف في الأساس الشباب، ويتوجب على الشباب عامة وطلاب الكليات الوعي بهذه الأعمال المشينة. هذا وقد عقد سيمينارات مماثلة في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر في جندع، وأيضا في الإقليم الجنوبي في دباروة، وكذلك في مصوع وحقات على مستوى المديريات. تلقى المعلمون الجدد في مدينة عصب دورة تدريبية قصيرة حول التخطيط وإنفاذه ومحاضرات قانونية للطلاب. وذكر في الدورة التدريبية أن على المعلم العمل المخطط لتنظيم الوقت والقدرات والحذر من تراكم البرامج. وقال مسؤول المدارس في مديرية عصب الأستاذ تسفى مهرات عند برهان إن مهنة التعليم قيمة، داعيا المعلمين ليكونوا نموذجيين لبناء الطلاب. من ناحية أخرى عقد سيمينار لطلاب مدرسة ولد آب ولد مريم الثانوية في عصب ومدرسة الدوتا في بارونتو حول القانون الجنائي والمدني وقوانين المرور، ويهدف إلى تعزيز دورهم لمكافحة الجرائم والحوادث. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي قتل 50 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في موبي بشمال شرق نيجيريا، معقل جماعة بوكو حرام الإسلامية منذ 8 سنوات بحسب حصيلة أوردتها الشرطة. وقال الناطق باسم شرطة ولاية آداماو عثمان أبو بكر إن الانتحاري دخل إلى المسجد مع المصلين وفجر نفسه خلال الصلاة. وفي وقت سابق أعلن مسؤول في وكالة إدارة الأحوال الطارئة في ولاية آداماو هارون فارو ورئيس حكومة موبي المحلية موسى حمد بيلو عن سقوط 15 قتيلا. ونقل العديد من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج بحسب عدة مصادر. ولم تتبنى أي جهة الاعتداء، لكنه يحمل بصمات جماعة بوكو حرام التي تشن هجمات مماثلة. قال رئيس البرلمان في زيمبابوي جاكوب مودينادا إن الرئيس روبرتو موغابي تقدم باستقالته في رسالة مكتوبة أرسلت إلى البرلمان. وأعلن موغابي في رسالته أن قراره كان طوعيا وأنه اتخذه لتحقيق انتقال سلس للسلطة بحسب وكالة رويترز للأنباء. وأوقفت هذه الاستقالة المفاجئة جلسة البرلمان التي عقدت للنظر في بدء إجراءات عزل الرئيس. وهلل بعض النواب بابتهاج لخبر الاستقالة، كما بدأت في شوارع هراري تجمعات مرحبة به. ورفض موغابي في السابق التنحي عن منصبه على الرغم من سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي والاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوع. ولم تحدد رسالة موغابي من سيتولى السلطة بعد تنحيه. وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى مطار بيروت للمرة الأولى منذ استقالته المفاجئة كرئيس للوزراء يوم 4 نوفمبر. وتسببت استقالة الحريري خلال زيارته الرياض بأزمة سياسية في لبنان، لكنه نفى أي تكهنات بأن السعودية أجبرته على تقديم استقالته من منصبه. ورفض الرئيس اللبناني ميشيل عون قبول استقالته إلى حين عودته شخصيا. وأوضحت لقطات حية أن الحريري كانت في استقباله عناصر من قوى الأمن في المطار. وكان الحريري قد انتقل من باريس إلى القاهرة والتقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتوجه الحريري مباشرة إلى ضريح والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 14 فبراير 2005. تعرضت محافظة جدة في المملكة العربية السعودية إلى سيول وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة تركزت على الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في المملكة ستستمر الأمطار حتى اليوم الأربعاء، حيث أعلنت سابقا أن محافظة جدة وعسفان وخليس وبحرة تمتد إلى مكة المكرمة، والطائف ستشهد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتصحب بنشاط في الرياح السطحية. فاصل أخير ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، فكونوا معنا.
لحق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبيشيكتاش التركي الثلاثاء بالمتأهلين إلى الدور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.